العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل أن نبدأ في هذه الفقرة أو نبدأ في هذه الحلقة نرحب وإياكم بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن مران. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله يا أنس، وحيا الله مشاهدينا الكرام في كل مكان. نحييكم دائما وابدا من قناتكم المفضلة شبكة سلام الإعلامية، والتي تطل عليكم عبر قنواتها في الأقمار الصناعية وأيضا عبر صفحتها في الفيسبوك وقناتها في اليوتيوب. دعونا نذكر بطريقة سير الحلقة، أن نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر القنوات التي ذكرتها لكم قبل قليل. ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة، وجلسة سمر. عندي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة جلسة سمر. عبد الرحمن، نشرع مع موضوع حلقتنا لهذا اليوم بسؤال مهم جدا، وهو ما أهمية المال في حياتنا؟ أولا خلينا نعرف بشكل بسيط أن المال يا عبد الرحمن هو عصب هذه الحياة. لا نقول أنه هو السعادة الكاملة، لا، هو المال عصب الحياة، وهو قوة الفرد والمجتمع والدولة. نعم. جميل. وأيضا كما ذكرت يا أنس أن المال عصب الحياة. يأتي للذهن أو يتبادر للذهن سؤال: ما هي مصادر المال؟ كيف نحن ندخل في صلب الموضوع مباشرة؟ أنه لا داعي لتفسير ما هو المال، المال موجود في حياتنا بشكل أساسي. طيب، الحديث أن العمل وأنه يجب المرء أن لا يتقاعس وأن يسعى خلف رزقه. نحن نتحدث هنا عن ما هو مصدر المال بشكل عام، بعيدا عن موضوع أن الحلال أو الحرام. دعنا نتحدث عن الموضوع بشكل عام. كيف الإنسان يحصل على المال؟ بالعمل. بلا عمل لا يوجد مال. هذه قاعدة أساسية، وأن يعني كان لهذه القاعدة استثناءات، ولكن نحن نتحدث عن الأصل أن العمل هو السبب الرئيسي للحصول على المال، أو هو المصدر الأساسي للمال. جميل. هنا عبد الرحمن أنت عرفت اللي هي مصادر المال. دعنا ندخل إلى ما هي ضوابط جمع المال. الحديث أولا عن كونه لا شك أن المال لابد أن يكون حلالا خالصا. يعني ما يكون المال هذا جاي عن طرق ملتوية، أو عن طريق السرقة، أو عن طريق يعني التجارة المحرمة كبيع مثلا الخمور وما شابه ذلك. أن يكون، عافانا الله وإياكم طبعا، أن يكون هذا المال حلالا خالصا من تعب الشخص ذاته. وطبعا من ضمن الأمثلة للمال الحرام كما ذكرنا أنه يعني يكون مثلا بائعا للخمور، نسأل الله السلامة والعافية، أو ما شابه ذلك. ومن الضوابط الأخلاقية عبد الرحمن في هذا الجانب، في جانب الأموال، أن لا يكون الإنسان متعطشا. كيف يعني متعطشا؟ المال شيء من زينة هذه الحياة الدنيا لا شك، الله عز وجل ذكر هذا الكلام في كتابه العزيز. مسألة أن الإنسان لا يكون متعطشا، يعني لا يكون همه الأول والأخير في هذه الحياة هو المال. كيف أنا يعني الجري خلفه بشكل يعني ملحوظ. وهذا السبب يا عبد الرحمن، إذا كنا نبغى نفند هذه القضية، نأتي ونقول أن هذا السبب سببه تعليق القلب
في هذه الدنيا الزائلة. الإنسان عندما يعلق قلبه في هذه الدنيا الزائلة تلقاه يكون متعطشا، وتلقاه من ضمن أولوياته أشياء دنيوية كالمال. المال شيء دنيوي، لن يبقى معك في آخرتك إلا ما أودعته في بنك الآخرة وأنت في الدنيا. فالتعطش لمثل هذه الأمور كالمال، الجري خلفه، ابحث من هنا، حاول كيف تكسب من هنا ومن هنا، خلاص أنت متعطش لا ترى شيء في عينك إلا المال. هذا نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم أن هذا الإنسان من لديه هذه الحالة يكون إنسان قلبه معلق في هذه الدنيا، ليس معلق في الآخرة. لكن الإنسان عندما يكون قلبه معلق في الآخرة يبحث، يكون أشياء متعطشة، الأشياء المتعطشة لها في هذه الدنيا اللي يبحث عليها تكون تفيده في الآخرة. ومن ضمن الأمور الجميلة في موضوع المال أن يا أخي يشارك صاحب المال أصحابه وأهله، كصفة أولى. طبعا الأهل بعض الأحيان يوم يأتيك دخل شهري تكون مسؤول عن أفراد أسرة، تكون مسؤول عن عائلة وما إلى آخره، فأنت تشارك هذا المال إلى أهلك درجة أولى. هذه من الأشياء الطيبة، من الأشياء التي تضع البركة في مالك. الجانب الآخر الأصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحبوا. لا بأس أنك يكون من دخلك الشهري شيء بسيط يكون تساهم فيه مثلا مع شخص معين، تعزم الشخص الفلاني، إذا صادفت أحد المناسبات تأتي مثلا بأي شيء يدخل البهجة والسرور على قلب أخوك المسلم. فهذا المنطلق منطلق جميل في الحديث النبوي، تهادوا تحبوا، أن تخصص بعض من هذا في وجهة نظري أو في فلسفتي أنا أو كمصغر، أنه لابد الإنسان يخصص حتى لو مبلغ بسيط جدا من مدخوله الشهري للأصدقاء، للأصحاب، للوقوف مع الناس مثلا. هذه الأمور لابد أنها تكون موجودة من أجل إيش؟ طبعا هنا في نقطة مهمة، أنت بتهدي أو تقف ما تنظر للشخص، أن تنظر لما عند الله عز وجل. فلذلك أنت يوم تهدي شخص يكون النية الخارجة في هذه الإهداء أنك أنت تدخل السرور في قلبه. فأنت الآن كسبت أمرين، كسبت أنك أدخلت السرور في قلبه وأخذت الأجر بإذن الله عز وجل. جميل. الأمر الثاني كسبته. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، ولطالما استعبد الإحسان إنسانا. فأنت كسبت أمرين، أخذت الأجر حق السرور، والأمر الثاني كسبت الشخص. نعم. جميل. وكل هذا لا يكون إلا بالمال، فإحنا هنا نتحدث عن أهمية المال. طيب يجيك واحد يقول لك يا أخي والله نسمع كثيرا في المجتمعات أنه المال عذرا على الكلمة وسخ دنيا، أو على المال يفرق بين الأحباب. ونحن نقول دائما أن هذه الجملة هي جملة مغلوطة، جملة تصحيح. لماذا؟ لأن الله عز وجل سمى هذا المال، ولا أحد أعلم ولا أحكم ولا أفهم من الله عز وجل. تعالى سبحانه قال عن المال أنه زينة الحياة الدنيا. فبالتالي المال هو نعمة ونقمة، سلاح ذو حدين، مثله مثل أي بقية الأسلحة. فبالتالي عندما نقول عن هذه الجملة أن المال الجملة التي ذكرتها قبل قليل، أنا أشوف أنها لا تصح. لماذا؟ لأنه الله عز وجل وصفها بوصف مغاير، وأن المال بحد ذاته هو شيء جميل. لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما وضع السنن الكونية في أرضه وضع معهم المال. فبالتالي هذا المال أنت تستطيع أن تستخدمه في أشياء كثيرة، كما ذكرت لي أنت، هذا تحاب تقدر تسوي فيه أشياء كثيرة. ما سمي المال عصبا للحياة عبثا. المال فعلا هو عصب الحياة. بالمال تستطيع عثمان بن عفان جهز جيشا كاملا، جيش العسرة. بماذا؟ بالمال. أبو بكر لما تبرع بإيش؟ بكامل ماله. عمر تبرع بنصف ماله. هذه كلها أموال. يجينا نتكلم عن الأموال وسخ الدنيا. طيب هذه الأموال ما تدخل في هذه الجملة؟ لا، هذه نقطة غير دقيقة وغير صحيحة، ومن المقولات اللي انتشرت بين الناس بشكل كبير. نحن هنا ننكر هذه الجملة. ليش؟ لأنها
كما ذكرنا قبل قليل لا تصح. طيب أنا بسألك سؤال يا أبو صقر. بعض الأسئلة يعني خلينا نقول هذا سؤال أيضا شائع مع الجملة اللي ذكرتها قبل قليل، يقول لك هل المال يشتري السعادة؟ هل المال يشتري السعادة؟ أنا لا أتفق مع هذه المقولة صراحة. أنا أقول أن المال هو جزء وسبب من أسباب السعادة، لكن لا يشتري السعادة. وليس المال هو السعادة بأكملها، لا، لأن السعادة بالقرب من الله عز وجل، هذا في الباب يعني الأول. والقرب من الله عز وجل لا يحتاج أنك تكون ثري عشان تقترب من الله عز وجل، لا. فلذلك أنا أقول أن المال سبب من أسباب السعادة. عندك طرق كثيرة، مثلا يقول لك كيف أنها هو سبب من أسباب السعادة. أنت مثلا الآن يوم تسافر تحتاج إلى أموال، فالسفر ترويح عن النفس، والترويح عن النفس هو يعني سعادة. الزواج أيضا سعادة كبيرة. العطاء شيء جدا جميل، أنك أنت تكون إنسان معطاء. وأنا يعني موضوع المعطاء لابد، يعني أنا في وجهة نظري لابد، مو لازم الإنسان يكون ثري عشان يكون معطاء، لا. أنا شهدت على أناس ميسورين الحال لكنهم يعني أيديهم ما شاء الله يعني ما ترد أحدا وتعطي، لكنهم ميسورين الحال ليسوا أثرياء. ولكن المال هو جزء كبير من سعادة الإنسان، لكن ليس هو الأصل. الإنسان عندما يتقرب إلى الله عز وجل ويعبد الله عز وجل ويعني يؤدي ما أمر الله عز وجل به، حتما سيجد هناك السعادة. وكما ذكرنا سابقا أن القرب من الله عز وجل لا يحتاج أن تكون في أرصدتك البنكية $1,000,000، لا. حتى لو ما كنت تملك ولا ريال واحد وتقترب من الله عز وجل، يعني مرحب بك، بابه مفتوح يعني في أي وقت. نعم. طيب بالمقابل لو سألنا سؤال آخر وقلنا هل انعدام المال يعني انعدام السعادة؟ إذا ذكرنا أن المال قد يجلب السعادة بطرق كما ذكرت، طيب انعدامها هل يعني انعدام السعادة؟ نحن نقول أيضا بنفس الإجابة لا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون قنوع بنفسه، قد يكون قنوع بذاته، قد يعني علاقته مع ربه سبحانه وتعالى تغنيه، وهي لا شك أن علاقتك مع الله عز وجل تغنيك عن كل أموال الدنيا. يعني نجد كثير من الناس يتعفف تستغرب تقول يا أخي كيف هذا عايش معي في نفس الدنيا؟ لا، هذا الرجل وجد كفايته من السعادة بالقرب من الله عز وجل. كذلك يعني انعدام أو قلة المال هل يسبب قلة السعادة؟ لا، نجد أنه يعني أناس يملكون مليارات في حساباتهم ولكنهم يعني تعسى في هذه الحياة. وعلى العكس تماما نجد بعض الناس يعني لا يملك الكثير ولكنه سعيد. ليش؟ لأنه هذه هي القناعة، كنز لا يفنى ما قيلت عبثا. القناعة فعلا كنز. الإنسان عندما يكون قنوع سبحان الله يرضى بما قسم الله له، فهذه القناعة وهذا الرضا يولد. لذلك دائما أسأل الله عز وجل أن يرزقك رضاه، وأن يعني تكون يعني من دون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلنا أغنى الأغنياء بك أفقرهم إليك. يعني أنت عندما تكون علاقة بينك من الله عز وجل ما بينها حدود، ما بينها مناصب، ما بينها أشخاص، أنت تكون يعني مباشرة فاتح خط جسر مع الله عز وجل، أنت خلاص أنت ملكت الدنيا وما فيها. بعدين لابد أن نفهم ما هو مفهوم الحياة. احنا عندنا ممكن تجد كل واحد فينا في رصيده البنكي أو في حساباته أو قوت يومه وبكرة وبعده، يعني يمكن قدام يعني سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص أنت إيش تبغى؟ أنت عندك قوت يومك ونايم في سربك ومعافى في بدنك، الصحة والمال، يعني أنت إيش تبغى أكثر من كذا؟ فبالتالي لابد أن نغير مفهومنا للحياة حتى نصل إلى مراحل السعادة. لأن السعادة لا تشترى بالمال، يعني المال هو وسيلة ولكنه ليس هو السبب الوسيلة الوحيدة. هناك وسائل كثيرة قد يكون المال آخرها أو قبل آخرها. جميل. أيضا أنا هنا أعقب على نقطة القناعة والرضا. الإنسان إذا كان في داخله أنه هو مقتنع وراضي بما قسمه الله عز وجل له، ولا ينظر يعني فيما عند الناس. هنا في يعني خلطة جميلة ذكرها أحد الإخوان، أنا لا أذكر اسمهم، لكن قال أنت
يوم تفتش فيما عند الناس ستفقد ايش؟ ما ستفقد عندك. لذة اللي في يدك. صحيح. فانت الان يوم عندك شيء في يدك استلذ فيه، استلذ فيه بما يرضي الله عز وجل، لا تطالع هنا وهنا 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 وهنا. مطالعتك لهذا لاخوانك وهذا كيف وهذا كيف استلم وهذا كم عنده وهذا مدري ايش، يذهب اللذة التي بين يديك. صحيح. وطبعا هنا اتى النهي في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. نعم. طيب، دعنا في ختام هذه الحلقة يعني نختم بهذه الكلمة الجميلة والتي نقول فيها يعني لابد للإنسان أن لا يجعل قيمة المال في حياته أهم قيمة العائلة، الأصدقاء، المجتمع يعني. وهنا نقول اعطوا قدر المستطاع، ابذلوا ما بيوسعكم في رضاء إخوانكم، اجعلوا المال في أيديكم ولا تجعلوا في قلوبكم. ادعوا الله عز وجل دائما وأبدا أن يكون المال في أيديكم، لأن المال إذا دخل في قلب الإنسان أفسده وأفسد حياته عليه. فبالتالي كل ما كان المال في يدك كل ما كنت أنت مسيطر عليه وليس هو مسيطرا عليك، وبالتالي استطعت أن تصل إلى يعني مآلات كثيرة. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام بعد أن ختمنا هذه الفقرة إلى ترند. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة ترند. نبدأ أول ترند عندنا وهو صوت الرعد. طفلة فلسطينية تستمع لصوت الرعد وتظنه صاروخا من الاحتلال فترتعد وترتجف ولا تهدأ إلا بعد أن أتوها الناس وطمنوها بأنه صوت للرعد. وفي اليمن متداول بشدة أن شخصا قتل جنيا متلبسا بهيئة إنسان، وقام يعني الجن في اليمن بعمل محاكمة له، وقرروا أن يعني يأخذون بثأر من قتل منهم من الجن. طبعا نشاهد وياكم هذا الخبر، لكن كما ذكرت وكالات الأنباء اليمنية أن يعني الجن بعد عمل محاكمة طويلة عفى عن القاتل، وطالب والد الجاني بأن يعفو تماما وأن يعني يخرجوا من جسد الجاني وأن يعني يخلوا سبيله، وبالتالي يعني عاد الجاني إلى أهله سالما غانما. ومن دولة اليمن إلى مصر، بائع برتقال من صعيد مصر عندما شاهد سيارات تنقل المساعدات لأهلنا في غزة يقوم برمي البرتقالات للسيارة في مشهد مؤثر. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام هذا المشهد المؤثر عندما رأى هذا البائع السيارات ذاهبة لمساعدة إخواننا في غزة، وما زالوا إخواننا في غزة يعانون من هذه الأوجاع التي أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن تنتهي بنصر إخواننا المسلمين. ونذكر في كل حلقة بأن لا تنسونهم من دعائكم الصالح، ولا تنسونهم من الوقوف معهم بأي طريقة كانت. نعم. وختاما لفقرة ترند نختم بهذا الخبر الذي أشغل الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة. انتقال امبابي حديث الإعلام الرياضي، انتقال النجم امبابي من فريق باريس إلى ريال مدريد.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد انتهينا من أخبار هذه الحلقة. يعني نشكركم جميعا على حسن الاستماع والإنصات، كما أتقدم بالشكر الجزيل لزميلي الذي أصحبني في التقديم دائما وأبدا أنس بيان. أشكرك شكرا جزيلا حبيبي، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. نلتقيكم بعون الله وقوته مطلع الأسبوع القادم يوم الاثنين من كل أسبوع. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. هيا شباب اليوم أعلوا راية خفاقة بالحق دوما تهطلوا.